قبل ما تسمع القصة اعمل حالا اعجاب واشتراك في القناة. مستنية اشوف اعجابك واشتراكك عندي. انا هحكي لكم اللي حصل معايا واللي انا عايشاه دلوقتي، علشان حاسة ان انا بظلم جوزي وبغضب ربنا ومش عارفة اتصرف ازاي. انا اسمي مها، عندي 28 سنة، الحمد لله جميلة جدا، متجوزة وعندي طفلين، سارة ومحمد. من زمان قوي وانا كنت بحب جاري ده اسمه احمد، وهو كمان كان بيحبني جدا. هو أصغر مني ب3 سنين وكان ساكن معانا في نفس الشارع، وكان بيتقدم لي ناس كتير جدا وأنا كنت برفضهم، علشان كنت مقررة بيني وبين نفسي إن أنا هتجوز أحمد وبس. وقبل ما اتجوز على طول كنا بنتكلم أنا وهو سوا. أحمد جه واتقدم لي كتير قوي، بس أهلي رفضوه علشان حالته المادية يعني ما كانتش أحسن حاجة. بس اللي أنا واثقة منه إنه بيحبني لدرجة الجنون، وبيبقى نفسه يجيب لي حتة من السما ويديهالي. بس للأسف أهلي موافقوش عليه. وعدت الأيام وفي واحدة جارتنا كانت دايما بتقعد مع ماما، قالت لها أنا عندي عريس لبنتك. راحت ماما قالت لبابا إن في واحد عاوز يتقدم لي، وفعلا جه واتقدم لي، وهو أكبر مني بحوالي 5 سنين، وبيشتغل في شركة كبيرة قوي، وحالته المادية كويسة جدا، عنده شقته التمليك وعربية. وأهلي وافقوا عليه رغم إن هو عايش في محافظة تانية، قاعد في محافظة الغربية، وشقته كمان هتكون هناك. يعني أنا لما نتجوز هعيش معاه هناك. قلت لبابا إن أنا رافضة علشان مش عاوزة أعيش بعيد عنكم. بس بابا قالي ما احنا كده كده هنيجي نزورك، وانتي كمان هتيجي تزورينا. اتضايقت قوي من رد بابا عليا، وفعلا الجوازة تمت ودلوقتي عايشة معاه في شقته في الغربية. بقالي معاه دلوقتي 4 سنين. قبل ما اكتب الكتاب اتصلت بأحمد وقلتله إن أنا هتجوز، ومش هينفع إننا نتكلم مع بعض تاني، وإني خلاص هكون على ذمة راجل تاني. وياريت تسامحني وربنا يوفقك إن شاء الله في حياتك، وتلاقي بنت الحلال اللي تعوضك وتسعدك. المشكلة إن أنا وأنا بقوله كده لقيته سكت، ولما جه يرد عليا ويتكلم حسيت إن صوته كان بيعيط وأنا بتكلم وبقوله ربنا يوفقك وكده. راح قايل لي ربنا يسعدك وخلي بالك من نفسك، وقفلت معاه. المشكلة دلوقتي ان انا عايشة مع جوزي وحاسة فعلا ان انا مش عايشة. اكتشفت في جوزي حاجات سلبية كتير قوي. اولها انه بيدخن جامد جدا، بيدخن كتير قوي، وانا مش بحب ريحة السجاير خالص. يعني انا ممكن اسيب المكان اللي هو قاعد فيه واروح اقعد في مكان تاني. وتاني حاجة لقيته بخيل عليا قوي وبخيل على ولاده، مع ان ربنا كرمه ومعاه فلوس كتير جدا، بس لما بيجي يشتري الحاجة بيجيب الحاجة على القد. ولما باجي أطلب منه فلوس بيفضل يسألني ليه واحنا لسه جايبين، ودي حاجة مش ضرورية. بيخليني مطلبش منه فلوس تاني خالص. إنسان سلبي جدا ومعندوش شخصية، وكل يوم بيرجع من الشغل على العصر، يدوب ياكل لقمة ويغير هدومه وينزل يقعد على القهوة مع أصحابه، ويرجعلي على الساعة 2 بالليل، على الساعة 3 بالليل. بصراحة كرهته وكرهت الجواز بسببه. وصلت لمرحلة إن أنا بقيت أكرهه، وبقيت أحس إني محتاجة حاجة تانية تعوضني عن إحساس الوحدة اللي أنا عايشاه مع حد أصلا أنا مش مرتاحة معاه، وكمان قاعدة في محافظة تانية بعيدة عن أهلي. بس في حاجة حصلت من حوالي 7 شهور، بقيت هي اللي مصبراني على العيشة مع جوزي. أنا لما اتجوزت كنت قفلت الخط بتاعي وكسرته، واشتريت خط جديد علشان أحمد ما يعرفش يوصلي ولا يكلمني. وكمان عملت له بلوك من على الفيسبوك علشان انا ما اضعفش وارجع اتكلم معاه بعد ما اتجوزت. بس اللي حصل اني لقيت طلب صداقة من اكونت اسمه احمد. دخلت على الاكونت كده ولقيته هو، وحطت صورته، بس الايميل اللي عامله ده ايميل جديد. رحت قابلت الصداقة، ولقيته تاني يوم بعتلي رسالة بيقولي ازيك، اخبارك ايه، ياريت تطمنيني عليكي. قلت له انا الحمد لله كويسة، انت عامل ايه، ويا ترى اتجوزت ولا لسه.
عرفت انه لسه متجوزش وهو حاليا عايش لوحده في الشقة بعد ما والده ووالدته توفوا. ولما عرفت انه عايش لوحده صعب عليا قوي، وبقيت اتكلم معاه علشان اطمنه اني جنبه، وحكيت له عن جوزي وقلت له ان انا مش مرتاحة معاه خالص، ويا ريتني ما كنت اتجوزته. بس هو إيه اللي حصل بقى؟ وبدأت علاقتي ومشاعري ناحية أحمد ترجع تاني زي الأول. وبصراحة بقيت أستنى الوقت اللي جوزي بيكون فيه في الشغل أو قاعد على القهوة مع أصحابه أتصل بيه، نقعد نتكلم براحتنا. وأول ما أحس إن جوزي جه وبيفتح الباب بتاع الشقة بقفل مع أحمد على طول، وأقوم أتحرك في الشقة كده كأني كنت بعمل أي حاجة يعني. وبصراحة علاقتي مع أحمد اتطورت قوي، وبقى يطلب مني حاجات أعملها وأنا كمان كنت برفض، بس مع تكرار الطلبات دي بقيت أعملها عادي. ومن ضمن الحاجات اللي كان بيطلبها مني كان بيقولي نفسي تعتبريني جوزك. أقوله اعتبرك جوزي ازاي يعني؟ قالي يعني لو أنا معاكي دلوقتي وهندخل ننام هتلبسيلي ايه؟ أقوله مثلا أنا في العادي بلبس قميص نوم. يقولي أنا بقى نفسي أشوفك بقميص النوم ده، ممكن بقى تلبسيه وتتصوري بيه وتبعتيلي الصورة؟ أنا كنت برفض طبعا أعمل كده، وهو يفضل يقولي مش كفاية انك اتجوزتي وسبتيني ومش هين عليكي كمان تخليني قريب منك؟ وكلامه بصراحة كان بيقطعلي قلبي، كان بيصعب عليا قوي، وكنت بطوع واعمله اللي هو عايزه. اي حاجة كان بيطلبها مني كنت بعملها له على طول. واتصورت بأكتر من قميص نوم وبعتله الصور بتاعتي. وبقى يقعد يقولي كلام في التليفون لو هو معايا دلوقتي هيعمل ايه وهينام معايا ازاي. فضل يقولي على حاجات انا كواحدة ست تعبت قوي لما قالها لي. قلت له حرام عليك كفاية كلامك تعبني. عرفت ان جوزي مش بيعمل كل الكلام اللي انت بتقوله ده. وبقيت احب كلام احمد معايا عن العلاقة قوي، بالرغم من اني متجوزة، بس كلام احمد معايا ليه متعة تانية. وبقيت احبها اكتر من وجود جوزي معايا، بالرغم انه بعيد عني. ومن حوالي شهر طلب انه يشوفني. قلتله طب هنشوف بعض ازاي وانا دلوقتي بقيت عايشة في اخر الدنيا في محافظة تانية بعيدة؟ قال لي ايه ده، هو انت مش بتروحي لاهلك؟ قلتله اه بروح لهم، بس يعني كل فين وفين، يعني في المواسم ممكن اروح مرة او مرتين او 3 في السنة. قال لي ودول بقى كفاية؟ قلتله اكيد لا، بس انا هعمل ايه؟ قال لي اعملي مشكلة واتخانقي مع جوزك بسبب الموضوع ده، وقوليله انك عايزة على الاقل كل شهر تشوفي اهلك، ولما تبقي تيجي القاهرة نبقى نتقابل انا وانتي. وفعلا بقيت ازن على جوزي كل شوية ان انا عاوزة اشوف اهلي، وبقيت اقوله ان هو حارمني منهم، لحد ما اتفقت انا وجوزي ان انا كل شهر هسيب الولاد واسافر ازور اهلي وابيت عندهم واقعد يومين كده وارجع تاني. وقبل ما اسافر بالظبط هعمل لهم الاكل وكل حاجة هما محتاجينها في اليومين دول قبل ما امشي يعني. اول مرة رحت عند اهلي وكلمت احمد وعرفته ان انا جيت خلاص. قال لي خلاص نتقابل في مكان معين وهو قال لي عليه. ورحت قابلته وقعدنا نتكلم سوا، واعترفت له ساعتها ان انا لسه بحبه وما نسيتوش. ولو الزمن كان رجع بيا تاني عمري ما كنت اوافق على الجوازة دي، بس هعمل ايه نصيبي كده. وخلصنا الكلام وجيت ماشية ولقيته بيديني علبة صغيرة، بفتحها لقيته جايبلي هدية، جايبلي حرف دهب، وكان حرف من اسمي، أول حرف من اسمي. فرحت قوي وكنت طايرة من السعادة. سافرت الغربية وأنا حاسة إن أنا مولودة من جديد، وحاسة إن أنا بعيش قصة حب جديدة، طبعا مع أحمد. وطبعا علاقتي بعدها مع جوزي قلت قوي، ده غير إني بقيت أتخانق معاه كتير جدا، لأني خلاص مش حابة وجوده ومش عايزة أعيش معاه أصلا، ومش بستفاد منه بأي حاجة غير الأكل والشرب، مش أكتر من كده.
وكل مرة أروح لأهلي لازم أقابل أحمد، نخرج سوا. بس الفترة اللي فاتت أحمد بقى يطلب مني إنه يشوفني في مكان لوحدنا. قلتله يعني إيه لوحدنا؟ قال لي يعني نكون مع بعض في مكان لوحدنا أنا وإنتي وبس. قلتله بص يا أحمد، مهما كان أنا واحدة متجوزة، أنا أنت ليك في قلبي معزة كبيرة وحب كبير قوي، بس إني أعمل كده مع راجل تاني مش جوزي، حتى لو مش بحب جوزي بس أكيد مش هينفع. قال لي ومين قالك إن في حاجة هتحصل بينا؟ كل الفكرة إن أنا عاوز أقعد معاكي براحتنا وتطمني، مفيش أي حاجة هتحصل، أوعدك بكده. برضه أنا رفضت، بس من بعدها وأنا حسيت إنه زعل واتغير معايا قوي، وما بقاش يتكلم معايا زي الأول. اضطريت إن أنا أصالحه وأوافق على اللي هو عاوزه. وقال لي لما تيجي المرة الجاية تزوري أهلك بس مش هتباتي عندهم. قلت له ازاي يعني مش هبات عندهم؟ قال لي هتباتي في المكان اللي هنكون فيه مع بعض وتمشي تاني يوم. قلت له مش عارفة، هفكر كده وهبقى أرد عليك. ساعتها كان فاضل حوالي 10 أيام وأروح أزور أهلي، وأنا طول الوقت ده عمالة أفكر في الموضوع. أنا عن نفسي أكون معاه قوي، وفي نفس الوقت خايفة وقلقانة. وقبل ما أسافر بيوم عملت لهم كل حاجة في البيت ممكن يحتاجوها، علشان مش عاوزة حد يتصل بيا المرة دي وأنا هناك. وسافرت، رحت قعدت عند أهلي وسلمت عليهم، بس عرفتهم إن المرة دي هرجع في نفس اليوم بالليل. وعملت كأن جوزي بيتصل بيا وبيكلمني وبيقولي إن أنا ابني تعب وسخن وإنه وداه المستشفى، يعني علشان يقتنعوا لما أقولهم إن أنا لازم أمشي. وفعلا عملت كده ونزلت من عندهم الساعة 7:30، ورحت متصلة بأحمد وقلتله إن أنا نزلت في الشارع دلوقتي، وقلتله هشوفك فين. راح قالي على مكان معين كده أستنى فيه. وفعلا فضلت واقفة مستنية حوالي 10 دقايق ولقيته معدي عليا بالعربية، ورحت ركبت معاه. فبقوله عربية مين دي؟ أنا كنت عارفة إن هو مش معاه عربية، دي عربية شكلها غالي قوي. قال لي دي عربية واحد صاحبي اللي احنا رايحين نقعد عنده دلوقتي. قال لي صاحبه ده أهله مسافرين في الخليج، والشقة ديت هم فرشينها وقافلينها على طول الوقت، ولما بيجوا مصر بيقعدوا فيها. احنا بقى هنروح نقعد في الشقة دي. قلت له ماشي، بس على فكرة أنا قلقانة. قال لي ما تقلقيش، مفيش حاجة. المهم وصلنا لمصر الجديدة ونزلنا عند العمارة، وطلعت أنا وهو الشقة، وكانت في الدور التاني. كانت مساحتها كبيرة قوي، أول مرة في حياتي أدخل شقة كبيرة قوي. المهم دخلنا وراح قافل الباب. قلت له ده صاحبك ده بيعزك قوي وباين عليه مبسوط علشان يديك مفتاح الشقة كده، ده أكيد بيحبك. قال لي ده أخويا وحبيبي، احنا الاتنين أكتر من الإخوات. وصلت أنا وأحمد الشقة الساعة 9 بالليل، وأنا كنت خايفة إن جوزي يتصل بيا في الوقت ده، مع إنه مش متعود يتصل بيا وأنا عند أهلي. بس برضه كنت خايفة، وقلت استنى كمان 3 4 ساعات كده واروح متصلة بماما علشان اطمنها ان انا ابني بقى كويس، علشان ما تتصلش بيا بالليل او تتصل بجوزي تسأله على الواد. المهم دخلت وقعدت، وكان الجو حر قوي في الشقة لانها كانت مقفولة بقالها فترة كبيرة قوي. وانا بصراحة كنت عاملة حسابي وجايبة لبس علشان ابات بيه مع احمد، رغم انه قالي ان مفيش حاجة هتحصل بينا، بس طبعا انا مش مصدقاه. المهم اخدت هدومي ودخلت الحمام وخدت شاور ولبست قميص نوم اسود، ولبست فوقه عباية بيتي، وخرجت من الحمام ولقيت نور الشقة كله مطفي. اتخضيت، رحت ندهت على احمد بسرعة. قال لي ما تخافيش انا جنبك. ولقيته جالي وراح واقف قدامي وانا واقفة قدام باب الحمام والنور مطفي، وراح ماسك ايدي وقرب مني وخدني في حضنه، وفضل يبوسني ويحضني كتير. وانا طلبت منه ان يبطل اللي هو بيعمله ده، وانا عمالة اتكلم وهو كأنه مش سامع مني اي حاجة.
أنا عذراه علشان هو مش متجوز، وما صدق ملاقي واحدة معاه في مكان لوحدهم. في اليوم ده حسيت قد إيه إن هو بيحبني. قررت إني أسعده ومخليهوش نفسه في أي حاجة، وقلت أعوضه عن إني سبته واتجوزت واحد تاني. وخدني ودخلنا الأوضة، وأول ما دخلنا لقيته قرب مني وحسيت إن في حد بيفترسني، وأنا عمالة أقوله كفاية واهدى وما تعملش كده، وهو ولا كأنه سمعني. وحصل اللي أنا كنت خايفة منه، إنه يعمل معايا علاقة زي جوزي. على قد ما أنا كنت حريصة إن ده ما يحصلش، بس غصب عني ما قدرتش أقاوم ولا أستحمل. بدل ما كنت المفروض إن أنا أمنعه من إنه يقرب مني، لقيت نفسي بقربه ليه علشان يعمل معايا كده. وفعلا بدأ يعمل معايا كده وكأنه جوزي بالظبط، وفضل معايا حوالي ساعة. خلاني أحس إن أنا أكتر واحدة سعيدة في الدنيا. ما كنتش متخيلة إن العلاقة معاه متعة أحلى مليون مرة من العلاقة مع جوزي. واللي أنا بحس دايما إن هو لما يجي ينام جنبي، إنه جاي ينام معايا تأدية واجب مش أكتر. بعد ما خلصنا وقمنا ودخلنا الحمام واستحمينا، وبعدها لقيته جايب لنا عشا. واحنا بناكل لقيته بيتصل بصاحبه وبيشكره على الأكل اللي جابه. أتاري صاحبه اللي احنا قاعدين في شقته هو اللي بعت لنا العشا ده. وبصراحة كان عندي فضول جامد قوي أعرف صاحبه ده، أو أشوفه على جدعنته مع صاحبه وكرمه. المهم خلصنا العشا ودخلنا أوضة النوم تاني. أحمد شغل التلفزيون وقال لي تعالي نقعد سوا. قعدت معاه على السرير، وفي الوقت ده افتكرت أكلم ماما. كانت الساعة ساعتها 12 بالليل. قلت له ثواني هعمل تليفون وارجع لك تاني. خرجت من أوضة النوم، اتصلت بماما وقلت لها إن أنا وصلت يا حبيبتي، والولد بقى كويس دلوقتي، وروحت وهنام دلوقتي. وقفلت معاها ودخلت لأحمد أوضة النوم، وكان قاعد على السرير. قعدت جنبه، راح واخدني في حضنه، وكان نور الأوضة مطفي والتلفزيون بس هو اللي كان شغال، وأنا في حضنه وعمالة يحرك ايديه. فبقوله هو انت ايه، احنا لسه كنا نايمين مع بعض. قال له ايه يعني ننام تاني؟ قال لي هو جوزك مش بينام معاكي مرتين ولا تلاتة؟ قلت له لا، ده لو نام معايا مرة يبقى خير وبركة. قال لي خلاص ملكيش دعوة بيا وخليكي معايا. وبدأ يعمل معايا نفس اللي كان بيعمله من شوية. كنت مستمتعة معاه قوي لدرجة ان انا ما كنتش عاوزة الصبح يطلع علشان ما امشيش وافضل في حضنه. تاني يوم قلت له ان انا همشي علشان مش هينفع اقعد كل ده بره. قال لي هتوحشيني قوي، قلت له وانت كمان. ومشيت من عنده وانا طايرة من السعادة. حسيت اني كنت عروسة امبارح وكان يوم دخلتي. اول ما وصلت البيت في الغربية حسيت بكآبة غير عادية. حاسة ان انا عاوزة ارجع تاني. حسيت ان انا شهر كتير قوي على ما اشوفه تاني واقعد معاه. قعدت افكر في فكرة تخليني اروح عنده كل كام يوم. جت في دماغي فكرة ان اقول لجوزي ان ماما تعبت وما بقتش تقدر تعمل حاجة في الشقة ومفيش حد هناك يخدمها. اتفقت معاه بدل ما كنت بروح لها كل شهر، لا بروح لها 3 ايام. اتفقت معاه ان انا هروح لها كل 4 ايام، كل اسبوعين هروح اقعد معاها يومين. وجوزي وافق على كده. رحت اتصلت بأحمد وعرفته ان ماما تعبانة وبقى انزل كل اسبوعين عندها ازورها، علشان مش هينفع اقوله ان انا عملت كده يعني، علشانه هو مخصوص. وخلال ال15 يوم اللي قعدتهم مع جوزي ما كنتش حابة انه يقرب مني او يلمسني. ولما نام معايا مرة فعلا، انا ما كنتش حاسة بيه ولا حاسة انه نايم معايا اصلا. حتى لما كان معايا كنت بحاول اتخيله ان هو ده احمد علشان استمتع برضه. ما حسيتش معاه بأي حاجة. بقيت مستنية ال15 يوم يعدوا بفارغ الصبر علشان أنزل القاهرة. وقبلها بيوم اتصلت بأحمد وعرفته إن أنا هنزل القاهرة بكرة. قال لي تمام، استناكي لما تخلصي من عند أهلك ابقي اتصلي بيا المرة دي. أنا جهزت كذا قميص معايا في الشنطة وسافرت.
رحت لماما وقعدت معاها واتفقت معاها ان انا هبقى اجيلها كل 15 يوم، بس مش هبات عندها، بدل يعني ما كنت باجيلها كل شهر، بحيث ان اليوم ده اباته مع احمد. وبعد ما خلصت عند ماما قبل ما انزل بعت لاحمد وقلت له ان انا شويه وهنزل علشان مش عاوزه اقف في الشارع تاني. قال لي خلاص ربع ساعه وانزلي اقفي في نفس المكان بتاع المره اللي فاتت. وفعلا بعد ربع ساعه نزلت ورحت المكان اللي خدني فيه قبل كده، ولقيته واقف مستنيني بنفس العربيه. ركبت وسلمت عليه وقال لي وحشتيني قوي، قلت له انت وحشتيني اكتر. قال لي عندي خبر ليكي ممكن ما يكونش حلو. قلت له خبر ايه خير؟ قال لي صاحبي اللي هو صاحب الشقة. قلت له ماله يعني؟ قال لي هيكون موجود معانا في الشقة. قلت له ازاي يعني هيكون معانا؟ قال لي غصب عني، ده هو تعبان وبقاله كام يوم كده مش بينزل من البيت. قلت له خلاص طالما غصب عنه تعبان ومفيش مشكلة، بس المهم نكون انا وانت في أوضة لوحدنا. المهم وصلنا عند العمارة وطلعنا، وأحمد طلع المفتاح وفتح باب الشقة، وكان صاحبه قاعد في الصالة على الكنبة بيتفرج على التلفزيون، وكان فارد رجليه الاتنين على الكنبة. أول ما دخلت وشافني فضل باصص عليا ومركز قوي. هو شاب شكله حلو قوي ووسيم قوي وأمور جدا. سلم عليا وقال لي منورة الدنيا كلها. قال لي أنا صاحب أحمد. وقف وسلم عليا وراح باصص لأحمد كده وقال له ما كنتش أعرف إنك تعرف ناس حلوة قوي كده. أحمد قال له بس يلا اتلم. راح أحمد خدني ودخلنا في الأوضة لوحدنا. صاحبه واحنا ماشيين عمالة يقول له أيوة يا عم يا بختك. المهم دخلنا الأوضة، قفلنا الباب وعملنا زي المرة اللي فاتت، بس المرة دي حسيته متغير، ما كانش زي المرة اللي فاتت، وبصراحة ما عجبنيش خالص. لقيته خلص بسرعة وحاسة ان في حاجة مش مظبوطة، حاجة غريبة. مش ده احمد اللي انا كنت في حضنه المرة اللي فاتت. المهم المرة دي انا ما كنتش مرتاحة خالص وكنت لسه محتاجاله. راح قام وسابني ورحت لبست وخرجت، ولقيت صاحبه بيتريق عليه وبيقوله ايه ده، ايه السرعة اللي انت فيها دي؟ راح احمد دخل الحمام يستحمى وانا قعدت في الصالة معاه مع صاحبه. قال لي تعرفي انا لو كنت سليم. قلت له يعني كنت تعمل ايه؟ قال لي كنت عملت كتير. وفضل يضحك ويهزر معايا. استلطفته قوي وبقينا صحاب، بس طبعا مش قوي علشان احمد كان معانا في الشقة. المهم احمد بعد ما خرج من الحمام لقيته بيطلب مني فلوس، ودي كانت اول مرة في حياتي يطلب مني فلوس. فاديته فلوس، بس حسيت ان انا من بعدها كده حسيت ان هو بيستغلني. اتضايقت قوي ساعتها، حسيت ان اليوم ده كان بايخ قوي بكل تفاصيله، وان المفروض ما كنتش اديتله فلوس وقلت له خلاص اهي مرة وعدت. بس اللي كان مضايقني اكتر ان احمد لما جه ينام معايا انا كنت راسمة في خيالي اني هستمتع معاه زي المرة اللي فاتت، بس العكس هو اللي حصل، وده اللي ضايقني. حسيت ان في حاجة مش مظبوطة، خصوصا ان هو كمان طلب مني فلوس. المهم سافرت وقعدت افكر في اللي حصل وقلت خلاص انا مش هروح له تاني. رحت متصلة بيه قلت له معلش انا جوزي دلوقتي بقى رافض ان انا اروح لاهلي كل شوية، وابقى اروح لهم يعني في المناسبات، بس لقيت لهجته اتغيرت معايا وقال لي انتي لازم تيجي وهتيجي غصب عنك. قلت له لا مش هاجي طبعا غصب عني. واتخانقت معاه في اليوم ده خناقة كبيرة قوي، ورحت قافلة السكة في وشه وعملت للرقم بتاعه حظر علشان ما يتصلش بيا تاني في اي وقت. تاني يوم لقيته بعتلي على الواتس انت بتقفلي السكة في وشي وبتهنيني، عموما ما تزعليش مني ومن اللي هعمل. قلت له اعلى ما في خيلك اركبه، هتعمل ايه يعني؟ لقيته بعتلي الصور اللي انا كنت متصورها له قبل كده بقميص النوم، وقال لي هبعت الصور دي لأهلك.
وهبعتها كمان لجوزك علشان بعد كده تعرفي تقفلي السكة في وشي. اول ما بعتلي الصور حسيت ان قلبي دق جامد من الخوف، وقلت لو بعت الصور دي لجوزي ممكن يعمل فيا حاجة او يطلقني. رحت قعدت اتأسف له كتير قوي، خفت لحسن يأذيني. وبعد كده قال لي خلاص مش هبعت حاجة لحد ما تيجي زي ما كنت بتيجي. قلت له حاضر اللي انت عاوزه اعمله. ورحت المرة اللي بعدها وقابلته وركبت معاه العربية واحنا رايحين على الشقة. قال لي انا عاوز اقولك على حاجة عشان بس ما تتفاجئيش. قلت له قول. قال لي صاحبي. قلت له ماله. قال لي عاوز يقعد معاكي. قلت له يعني ايه؟ يعني ايه يقعد معايا؟ قال لي يعني يكون معاكي زي ما انا بكون معاكي. قلت له انت بتستهبل، انا معاك علشان بحبك، انما ايه اللي دخل صاحبك في الموضوع؟ بعد اذنك انا هنزل هنا، نزلني هنا. قال لي عاوزة تنزلي؟ قلت له اه عاوزة انزل. قال لي طب على فكرة قبل ما تنزلي عاوزة اقولك على حاجة صغيرة. قلت له خير. قال لي فاكرة الصور اللي انا بعتها لك قبل كده؟ قلت له اه فاكراها، مالها؟ قال لي دي بقى ولا حاجة من اللي معايا. قلت له مش فاهمة يعني ايه معاك، ايه يعني مش فاهمة؟ قال لي انا معايا فيديوهات ليكي وانتي معايا. قلت له انت بتقول ايه؟ قال لي تعالي معايا بس وهفهمك. رحت معاه وانا مرعوبة من اللي انا سمعته. قعدت معاه وقال لي بصي، انا مش طالب منك حاجة غير انك تيجي هنا كل 15 يوم زي ما بتيجي، وانا عمري ما هأذيكي ولا هبعت حاجة لحد. افتكرت انه بيقول لي كده يعني بيضحك عليا علشان اوافق. قلت له طب وريني الفيديو كده. راح مطلع الموبايل بتاعه ووراني جزء صغير من الفيديو. قعدت اعيط ساعتها وقلت له ليه تعمل كده؟ يعني انا غلطانة ان انا امنتك على نفسي؟ عاوز تفضحني كده؟ قال لي ما تخافيش مش هفضحك ولا حاجة طول ما انت بتسمعي الكلام، عمري ما هأذيكي. كان صاحبه ساعتها جوه في الحمام بياخد دش وخرج من الحمام ولقيته ماشي وجاي ناحيتنا. قلت له الحمد لله على سلامتك. لاني بعيط. قال لي مالك بتعيطي ليه؟ قلت له بص صاحبك بيعمل ايه. بصلي كده وبرق لي. قلت له لا لا مفيش حاجة، انا بس بطني كانت وجعاني وبقيت كويسة. قال لي سلامتك. قلت له الله يسلمك. وراح داخل اوضه النوم اللي المفروض بننام فيها انا واحمد. لقيت احمد قام واخدني من ايدي وقال لي مش انتي كنت متضايقة المرة اللي فاتت علشان انتي ما استمتعتيش؟ قلت له بصراحة اه. قال لي طيب تعالي معايا. قلت له طيب اصبر عليا بس هاخد دش، هاخد شاور والبس. دخلت الحمام اخدت شاور ولبست قميص نوم احمر وخرجت. لقيت احمد واقف قدام الحمام مستنيني. اول لما خرجت خدني من ايدي ودخل بيا اوضه النوم اللي فيها صاحبه وراح قافل الباب علينا. كان صاحبه ساعتها قاعد على السرير ولابس البوكسر بس. اول ما دخلت انا واحمد راح قام من على السرير وراح واقف قدامي، واحمد وقف ورايا، وبقيت مزنوقة بين الاتنين وكل واحد بدأ يعمل اللي نفسه فيه. لأول مرة في حياتي أكون مع اتنين في وقت واحد، إحساس مختلف خالص. بعد ما خلصوا عيني غفلت شوية وصحيت استحميت ولبست وخرجت. قعدت برا وكانوا هما ناموا وانا مش مصدقة اللي حصل معايا. تاني يوم رجعت الغربية وحسيت نفسي ان انا مش قادرة استنى 15 يوم، لدرجة اني نسيت اصلا اني متجوزة وان في راجل في حياتي. حاليا بقعد افكر كتير في الوضع اللي انا فيه وان انا نفسي ابطل اروح لهم، لاني حاسة اني ظالمة جوزي قوي. نفس الوقت مش قادرة استغنى عنهم، وحتى لو قدرت على نفسي مش هقدر على احمد ان هو يسيبني، علشان معاه فيديوهات وصور ليا. انا بروح لهم دلوقتي كل فترة ونفسي ابطل وانهي العلاقة دي بس مش عارفة اعملها ازاي. اللي شايف اني ظالمة جوزي ولازم انهي علاقتي بيهم يعمل اعجاب على الفيديو ده، واللي عنده اي نصيحة ليا بدون تجريح ياريت يكتبها لي في التعليقات وانا هقراها بنفسي.